هلا اشتركوا قبل لا تشاهدون الفيديو، لايك الفيديو، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى كل شيء يوصلكم جديد مع التوضيح. تسعد لكم اخر الاخبار نوضحها لكم. طبعا صراحة احنا يؤسفنا من نشوف هذه الفيديوهات منتشرة على مواقع التواصل. تدرون انتم هذه المدرسة هي مدرسة تجارية في محافظة المثنى بالرميثة، انه لا بها رحلات، لا بها كتب، ما موزعين كتب، لا بيها اصلا شبابيك والى اخره. مدرسة عبارة عن نقدر نقول بالعامية خرابة، او ما اعرف حتى يعني شنو توصفها، ما تعرف. احنا اللي يسمونه بلد نفطي، ما اعرف شنو النفط وصل ب 93 والى اخره من هذه الامور. انه تلقي مو فقط هسه احنا ما فقط نتكلم عن هذه المدرسة، لا، انه هواي من المدارس لا عندهم كتب، مدارس مفلشة، ما اعرف شنو، مهملة من قبل التربية. ما جاي انه تشوف المدارس يعني الا هاي يجوز هسه من تصورت وكذا وراح توصل للوزارة، الا توهم تشوفوا زين هاي اللي جاي يداومون وكذا حاليا على كل شيء ماكو. صراحة واحد اصلا ما يعرف شنو يحكي، لكن ننشر ونوصل الصوت وكذا، وعسى وين هسه دول الطلاب يشوفوا ايش كبرهم يعني ابتدائية، واحد حتى انه ما له خلق يداوم في مدرسة، لا كتب، لا رحلات، لا ما اعرف شنو. هسه راح يسمعون الصوت اصلا يقولون لهم من معلم وكذا هذا يصور بهم، يقولون جيبوا جودريات وقعدوا، شو يسوي يعني؟ اذا لا رحلات قاعدون به، لا صف الطلاب الهاي، خاصه وانه صفوهم يقولون هي هاي مدارس الحكوميه، حتى انه شملت حتى المدارس الزينه، يقولون لو تقعد ابو رحلات وكذا ومعزز ومكرم مدارس اهليه، لو تجي الحكوميه كل شيء ما متوفر لك. تحكي شو تقول ما تعرف. المهم نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اخيرا اسطوا لايك الفيديو، اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس حتى كل الاخبار والقرارات توصلكم ان شاء الله، وان شاء الله يشوفون حل هذه المدارس، يعني مو فقط هذه المدرسه، طبعا هاي مدرسه الجرير في محافظه المثنى في الرميث، يا ريت يعني يشوفونها كذا، وحتى بقيه المدارس اللي نعرف وهواي من المدارس هم نفس الحاله. شوف هذا 85 طالب، 85 طالب، 85 طالب صف بدون رحلات. هاي مدرسة الجرير. عم كل من يجيب له جودرية وياه، لا تشوف فارغين جودرية. الله شوف النظافة، نسخة من مدير التربية المحترم. يا عمي هاي مدرسة الجرير، لا مدير التربية المحترم.